شايف القلم ده ملوش لازمه دلوقتي، لان في خرافه منتشره جدا في مجال الداتا اناليسيس، وهي ان الارقام بتتكلم لوحدها. يعني كانك لو معاك داتا سيت كبيره ونضيفه فالموضوع مجرد فيجواليزيشن او داشبورد والباقي بيبان تلقائي. لكن خليني اقول لك ان ده ابعد ما يكون عن الحقيقه. الداتا عمرها ما بتحكي قصه لوحدها، بل بالعكس نفس الارقام ممكن تتحول لثلاث او اربع قصص مختلفه حسب مين اللي بيقراها او ايه الكونتكست اللي حواليها. على سبيل المثال في دراسه اتعملت سنه 2022 في امريكا في مجال الريتيل، لقوا اكتر من 60% من التقارير التحليليه اللي بتوصل للاداره بيتم تفسيرها بشكل خاطئ، مش عشان الداتا غلط، بس عشان المحللين ما وضحوش الكونتكست بشكل كافي. يعني رقم زي المبيعات زاد بنسبه 20% ده بالنسبه لهم نجاح، بس لما تدقق قوي هتلاقي ان الزياده دي جايه من منتج واحد بس، انما باقي البورتفوليو للاسف بينهار. وهنا الستوري مختلفه تماما. نفس الفكره لو بصينا على مثال صغير، تخيل معايا لو عندك معدل انجيجمنت عالي جدا في السوشيال ميديا كامبين، لو وقفت هنا اكيد هتقول ان الحمله ناجحه جدا، لكن لو دخلت في الداتا اكتر ممكن تكتشف ان 80% من التفاعل ده جايه من فئه عمريه هي مش التارجت اودينس بتاعك اصلا. هنا بقى القرار بيختلف، هل هي حمله ناجحه ولا مجرد عملت دوشه وخلاص؟ الفكره دي خطيره لان دي بتخلي المحلل يركز على الفيجواليزيشن او الكي بي ايز السطحيه، فبيسيبوا القصص الحقيقيه اللي المفروض بتطلع انسايتس وبتغير قرارات. فالحل ليك كمحلل انك تربط اي رقم بالسياق بتاعه، اسال الرقم ده طالع منين، بيقيس ايه بالظبط، وهل في عوامل خارجيه مأثره عليه ولا لا. ودايما لازم تختبر اكتر من تفسير قبل ما تقول ان الداتا بتقول كذا. جرب تحط 3 تفسيرات بديله، ده بيخليك تتجنب الانحياز وتقرب للواقع. وفي الاخر المحلل الشاطر مش هو اللي بيبين الداشبورد ملونه، لكن هو اللي بيحول الارقام من نويز لحاجه ليها معنى تخلي الاداره تاخد قرارات صح. والقرار الصح اللي لازم تاخده دلوقتي انك تعمل سيف للفيديو ده وتشيره مع اصحابك.